يا مساء السعادة، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير ان شاء الله. تعالوا بقى النهاردة نعمل المشروب الرسمي للشتا. الشتا يعني مشروبات كده سخنة تدفينا، ومفيش احلى من السحلب. السحلب ده كلنا بنعشقه. النهاردة هنعمله كده بطريقة حلوة جدا وجميلة. سحلبنا النهاردة مش اي سحلب، احنا النهاردة هنعمل السحلب العربي اللي ليه نكهة وطعم مميزين جدا. يلا بينا نصلي على الرسول، وما تنسوش في الاول لايك وشير وكومنت حلو منكم كده للتشجيع. ويلا بينا كده نسمي الله ونشوف بقى مقاديرنا ومكوناتنا. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا. معايا هنا كوباية من الرز المطحون، وده بيتباع عادي في أي سوبر ماركت أو عند العطار، أو تقدري تجيبي رز تغسليه وتنشفيه وتطحنيه في المطحنة، وناخد منه كده كوباية. وكمان عليه كوباية من النشا اللي هي نشا الذرة، كوباية من اللبن البودر، وده بيديله طعم حلو جدا وجميل. اللي بيتباع بره ما بيبقاش فيه لبن بودر، بس احنا بنعمله في البيت فلازم نعمله كده بطريقة حلوة جدا. وكمان عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكمان هنحط له معلقتين كبار من جوز الهند، وده بيديله طعم حلو قوي، لكن لو مش بتحبيه تقدري تستغني عنه. وهنحط كمان معلقتين كبار مليانين من السمسم، وده سمسم ني. انا بحب اجيب السمسم ني واحمصه كده واضيفه عليه وهو لسه متحمص وسخن. شايفين بياخد كده اللون الجلد ده على طول، ما بياخدش وقت على النار، بس انا عايزه كده يطلع لي الزيوت العطريه بتاعته علشان يبقى فريش كده وبيفرق جدا في الطعم. هنحط عليهم كمان 3 معالق كبار كده من السوداني المجروش، وتقدري كمان تضيفي اي نوع مكسرات انت حباه، بس احنا بنحط كده المتاح عندنا. وكمان هنحط معلقة كده صغيرة ممسوحة من بودرة جوز الهند، ودي بتتباع عند العطار، وده شكلها بيديكي كمية كبيرة يعني بسعر قليل جدا. النكهة بقى والتركة اللي هتخليلي السحلب بقى ده سحلب عربي أصيل، وهي دي المكون الأساسي للسحلب العربي: المستكة. أيوة المستكة دي مستكة وأنا طحناها، واخدة كده حوالي نص معلقة صغيرة من المستكة وطحنتها طحن ناعم وهحطها. ودلوقتي انا هوريكي شكل المستكة بيبقى عامل ازاي. دي المستكة بنشتريها بالشكل ده، بتتباع في علب كده عند العطار في اي سوبر ماركت، بيبقى شكلها عامل زي حبوب الكريستال كده، ويبقى لونها مصفر شوية. ده شكلها، بتاخدي كده منها نص معلقة صغيرة وتطحنيها، وده مكون اساسي لا غنى عنه في السحلب. لو انت عايزة تاكلي تشربي اسفة انت عايزة تشربي سحلب صح على حق ربنا، يبقى لا غنى عن المستكة وعن بودرة الجوز الهند والمستكة اكتر. نقلب بقى المكونات بتاعتنا دي كده كلها، وانتي بتقلبي هتشمي ريحة السحلب دي خطيرة خطيرة. اراهنك ان انتي تجيبي السحلب ده من بره بالطريقة دي. بيتباع بره ما بيبقاش بالطعامة ولا بالريحة ولا النكهة اللي انت هتعمليها في البيت بالمكونات بتاعتنا دي. يلا بقى نجيب العلبة، وأهم حاجة العلبة يكون ليها غطا محكم الغلق علشان نقفل عليها ما يخشلهاش أي رطوبة ولا يخش لها أي حاجة، وتحتفظ بالروايح بتاعتها. شايفين أنا كده مليت العلبة بتاعتي، وهقفل عليها الغطا كويس جدا، وهشيلها. هشيلها فين؟ هشيلها في أي حتة بعيد عن المطبخ، علشان السخونية بتاعت المطبخ هي اللي بتبوظ لي السحلب بتاعي، هيخليه يسوس، يخليه طعمه وريحته ما يبقوش حلوين. فأهم حاجة تشيليه بره في أي حتة، أو تشيليه في التلاجة تحتفظي بيه. تعالي بقى نعمل بقى شوية سحلب. بما إننا عملنا بودرة السحلب، أنا هنا معايا كيلو من اللبن، هضيف عليه معلقتين ونص كده، معلقتين هرميين ونص معلقة من بودرة السحلب. نقلبهم كده، وحطيت كمان 3 معالق من السكر، والسكر ده حسب الرغبة، يعني تقدري تقللي تزودي براحتك، بس هما بالنسبة لي أنا 3 معالق كان السكر بتاعه مظبوط جدا. نقلبه كده بقى على البارد، وبعد كده نرفعه على نار كده متوسطة، ما تعليش النار علشان ما يتحرقش منك كده من تحت، وتقليب كده مستمر لحد لما يديني القوام ده. شايفين هو ده القوام المظبوط. وما تقوليش ان كده خفيف، لان السحلب بالظبط يقعد دقيقتين وهتبصي تلاقي قوامه تقل كمان عن كده. فعشان ما يبقاش تقيل كده زي المهلبية، ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. لكن لو انت بقى حابة يكون اتقل من كده براحتك برضو، ده حاجة ترجع لك انت. انا بقى هصبه كده في المجات بتاعتي. انا عايزة اقول لكم ان انا بعمل الكمية دي تقعد معايا فترة، اول لما تخلص ارجع اعمل غيره.
ما باشتريهوش من برّه أبدًا، لإني لمّا جرّبت إني أشتريه من برّه ولادي ما اقتنعوش بيه خالص وقالوا لي: "يا ماما ما لوش أي علاقة بالسحلب اللي أنتِ بتعمليه." بجد جرّبوه هتعجبكم الطريقة بتاعته جدًا بالتركاية اللي قُلت لكم عليها دي، بس ما تنسوش تدعوا لي كده دعوة حلوة من القلب. أنا هنا صبّيت المجات بتاعتي وهابتدي بقى كده أحط له شوية زبيب وشوية جوز الهند وشوية كده سوداني، عايزة تضيفي له بقى فستق تضيفي له بندق، أي حاجة عندِك براحتك خالص. إحنا كده خلّصنا النهارده وصفتنا، أتمنى إن تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت منكم حلو كده للتشجيع، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات تانية جديدة، وأقول لكم أسيبكم في رعاية الله ومع ألف سلامة.